بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر إمام الله. الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر إمام الله. ما بتقولش معاك الأرض، الأرض 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 أم حسين، ليش أنت الوحيدة اللي تصديتي لهذا الموضوع الميزانية؟ هاي الميزانية اللي أخلت بالأكثرية اللي أصحاب النفط وأكثرية اللي ما لهم أحد يدافع عنهم. أنت الوحيدة الآن جاي تتعرضين لها هجمة لأنه تكلمتي بشكل شجاع على حصة كردستان اللي أكبر بكثير من استحقاقهم. فهميني شنو هذا جاي يصير؟ احنا ما نفهمه داخل مجلس النواب. شنو جاي يصير؟ شو الكتل؟ ليش الكتل كلها ساكته؟ ليش تتعرضين لهذه الهجمه الكبيره انت؟ تفضلي. شكرا جزيلا استاذ كريم على اثاره هذا الموضوع. بالفعل يعني ليس المره الاولى اللي تحصل هذه العمليه المنظمه من التسقيط، ولكن هالمره كانت اشرس وكانت منظمه، واستشعرت بشكل مباشر بانها منظمه من جهه مخابراتيه، لان وصلوا إلى أدق تفاصيل العائلة للانتقاص منها وإظهارها عبر منصة تويتر. اللي حصل أستاذ كريم، أنا في كل موازنات اللي تحصلت في مجلس النواب خلال كل هذه دوراتي أنا كنت أسجل اعتراضي على المواد المتعلقة بالإقليم. نعم. وكنت أسجل تحفظي فيما يتعلق بالالتزام. يعني أنا ما يهمني إيش قد حيكون، بالرغم بغبن فاحش يذهب إلى الإقليم، أن تكون موازنة الإقليم بدل 67% أو كانوا يأخذون 17%. أنا كنت أسجل اعتراضي إضافة إلى الحاكمة تقريبا 22 تريليون كنا نسجل تحفظاتنا لكي إنزالها. هذه كنت أكد على أمر واحد في كل هذه الأمور، بأن يتنفذ الالتزام. ليش؟ لأن أنا عندي معلومات مؤكدة بأن من خلال وجودي في مجلس النواب بين 2009 استضافينا وزير المالية قال من 2004 إلى 2000 يعني السنة اللي احنا كنا بها 2000 تقريبا و12. نعم. قال بأن لا يوجد هناك أي التزام بتجديد من الجانب الإقليمي. الأمر الآخر، احنا اليوم في 23 في كل التقارير اللي حصلت مثلا من وزير المالية علاوي قال بأن الإقليم لم ينفذ أي التزام من الالتزامات اللي تنص عليها الموازنة. يعني احنا نعطي أموال بدون ما ينطينا أي وارد بهذا الالتزام. فلذلك في هذه الموازنة كان يهمني الالتزام، أدقق بأي اجتماع أحضره، بأي لقاء أحضره، سواء كان بالمالية أو خارج المالية أو من خلال الكتله اللي انتمي لهم، اقول لهم اللي يهمني الالتزام. ينطونا 250,000 برميل، ينطونا الايرادات المنافذ، كنت اكد على الالتزام. زين، ليش انت الوحيده ست عاليه؟ ليش انت تاكدين على الالتزام؟ اكو كتل سياسيه تمثل الشارع اللي موجود على الاقل هسه الجنوبي، الاخوه السنه اكو من يمثلهم ويدافع عنهم، واكو صندوق لاعمار المناطق المحرره، اكو كردستان عندهم وجاي يبنون. هذه قواعدكم. احنا ورطتنا استاذ كريم، احنا ورطتنا الصراحه باستلامنا رئاسة الحكم، يعني استلامنا رئاسة الوزراء. هذه الرئاسة تخلينا بالاتفاق السياسي نعطي تنازلات إلى كل من شركائنا، ومن ضمن هذه التنازلات هو موضوع الموازنة. ليش؟ احنا هذه الاتفاقات مو طرف بها كنواب. نعم. احنا ما عندنا علم بهذه الاتفاقات، وكنا في كل تشكيل حكومة نأكد أن موضوع الالتزام، موضوع أن لا نعطي تنازلات في أي اتفاق. تبين فيما بعد بأن هناك اتفاق، فعلا أكو هناك اتفاق سياسي عند بداية تشكيل هذه الحكومة
فيه نوع من الاتفاقات تتعلق بالموازنة وعلى كمية النفط المصدر، إضافة كان هناك عاملين ضاغطين اللي هم ساعدونا كنواب في تنفيذ ما حصل في هذه الموازنة، وهو قرار المحكمة الاتحادية وقرار محكمة باريس حول موضوع القرار اللي صدر على تركيا. هذه ساعدتنا في أن نكونوا ضاغطين. طبعا هذا مو وحدي يعني، حتى ما سجل الإنجاز النفسي. نعم. بعد وياي نواب آخرين، بس النواب الآخرين اللي يختلفون عني بأنهم عندهم يعني خليني انت من عنجوبيه، خليني اقول فصيل يخشوب. يعني انا ما عندي فصيل يعني هل انت مستقله ست عاليه؟ مستقله انت؟ يعني انا مستقله في دوله القانون، واسجل عتبي هنا امامك من دوله القانون. عندما عصت هذه اللجنه لم يدافعوا عني الا عندما وصلت النار الى بابهم مثل ما يقولون، يلا صار دفاع. فانا مستقله متبنيه ارائي. نعم يعني هذه الآراء هي جزء من عدة موافقين عليها داخل دولة القانون، ولكن أنا يعني تقريبا متحررة بآرائي. زين ست عالي. نعم. زين اسمعينا حتى نختصر الوقت شوي نتابع. نعم. أنت عضوة في مجلس النواب وعضوة في النزاهة ولجنة النزاهة، وبالتأكيد عندك مساحة تشتغلين بها. أنت صحيح أنت ضمن كتلة، لكنه تستطيعين تذهبين إلى المحكمة الاتحادية، وممكن أن تكونين لو بضغط واحد اللي هو كان باسم الخشان قدر يحقق الكثير، وغيره كثيرين أيضا. فليش ما أنتم تسوون مجموعة تقدرون تتحركون على المحكمة الاتحادية وتحاولون توقفون هكذا قوانين جائرة؟ أستاذ كريم، طبعا أنت هذا الكلام كله وإحنا في مرحلة قراءة مواد الموازنة، ليس نعم. في مرحلة الطعن أمام المحكمة الاتحادية. أنا المشكلة اللي حصلت لي أثناء إقرار الموازنة، هذا من جانب. نعم. القشة التي قسمت ظهر البعير باليوم بآخر ساعة من الموازنة اتفقوا، وتدري هم عندهم موضوع الادخار الإجباري اللي نعم. ياخذوه من موظفينهم. شو اقترح السيد الحلبوسي؟ أن هذا الادخار الإجباري يؤخذ من فائض النفط. بعد ما انهينا كل الاتفاقات اللي بيها مصلحة لهم، وصلنا إلى نقطة أخيرة، إحنا أن ندفع الادخار الإجباري من فائض النفط. فصار اعتراف كلش قوي بنهاية بآخر دقائق من الموازنة، وما وافقنا وما صوتنا عليه. فهم كلش، وصار تصفيق مني ومن بعض النواب في هذا الموضوع، فهم انثارت حفيظتهم نتيجة هذا الموضوع، بأن احنا حتى على هذه الفقرة المتعلقة بعدم إعطاء الادخار من فائض النفط احنا رفضناها. زين انتم عبرتوها، هسه الموازنة أقرت، الموازنة عبرت. زين انتم ما هو موقفكم بعد إقرارها؟ هل بالإمكان الآن أن المحكمة الاتحادية تتدخل في بعض المفاصل وتعيدها سياقها الصحيح؟ المحكمة هي المحكمة الاتحادية العليا توقف قوانين. نعم صحيح، احنا هسه بامكاننا ان نطعن ببعض المواد، واكو توجه بهذا الموضوع ان نطعن بهذه المواد امام المحكمه الاتحاديه. اي تحركوا. حيكون طعن بهذا الموضوع. استاذ كريم، خليني اكون واضحه وياك ليش زاد الهجوم اكثر. انا في احد لقاءاتي بعد انتهاء الموازنه، وكان لقاء مثل هذا الموضوع نتكلم به عن الموازنه، تكلمت ببعض المفردات اللي هي يعني انا اعتقد جنت جنون قادة أربيل، ووجهوا حقيقة هذا الناعم. أنا قلت كالآتي، قلت اليوم إحنا ما حصل في شمالنا الحبيب فيما يتعلق بالموازنة، كلمة شمالنا الحبيب أثارت حفيظة، وتكلمت عن عدم وجود دستورية لما يسمى بحكومة أربيل، حكومة الإقليم. قلت ماكو بالدستور شيء يسمى حكومة الأقليم، وتكلمت عن حكومة أربيل. ذن المصطلحات الثلاثة استخدمتهم في لقائي الأخير عندما تكلمت عن الموازنة. يعني كأنما انسدل الستار. بس هم مو واحد، سمعيني دكتورة، هو اكو لوبي شيعي جاي يعمل اتفاقات. ثلث النفط العراقي يوميا يسرق. يعني أكبر فضيحة في العراق هي هاي 900,000 برميل يوميا يسرق، والبلد ما قادر يضع ايده على الموضوع. وأنا أنطيك بالدليل، يعني للأسف مع جهازي بس ما قدرت أسحبهن. اسم الباخرة وكمية الحمولة، وش وقت طالعة من جيهان، وش وقت واصلة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي وغيرها من الموانئ. يوميا العراق يصدر نفط خام إلى الموانئ الصهيونية، واحنا قاعد
نريد موقف إسلامي شريف، نريد موقف عربي شريف على قضية القدس وضمها إلى الكيان الصهيوني. ولا عربي فك حلقة ولا حكومة حكت، وكأننا لا هي أولى القبلتين ولا ثالث الحرمين، ويوميا يصدر لها النفط الخام العراقي بأبخس الأثمان. شنو من دولة؟ شنو من دولة؟ شوية واحد أقول له أنتم البارحة بالبرلمان، أقول له أنتم شلون ساكتين؟ أنتم برلمان شلون ساكتين؟ يقول لي أودي لك اللستة مالت الأعضاء البرلمان الذين ذهبوا لزيارة إسرائيل. شنو هاي العمالة بهالبلد هذا؟ منين تبدي ومنين تصلح وين راح تطلع؟ نحن الشعب اليهودي والشعب الكردي تربطنا به علاقات تاريخية. نحن مش بس أولاد عم، نحن أخوة. الشعب الكردي والشعب الإسرائيلي أخوة، واليهود في جميع أنحاء العالم، في أوروبا، في سويسرا، في أمريكا سيدعمونكم. اللوبي الصهيوني في أمريكا سيدعمكم. لقد قال رئيس الحكومة شكرا. لقد قال رئيس الحكومة منذ بضعة أيام ل30 كونغرس، 30 نائب أمريكي: نحن نريد دولة كردستان، نحن ندعم استقلال كردستان، سوف تكون دولة مسالمة، دولة غربية، دولة علمانية. وأنا أقول لكم إيدي من تل أبيب: اطلعوا على الاستفتاء، صوتوا لصالح استقلال دولة كردستان. لا تسمعوا للعرب، لا تسمعوا للأتراك المجرمين، لا تسمعوا للإيران الفرس الأنجاس، جميعهم لا يريدون مصلحتكم. امضوا مع الاستقلال، وإن شاء الله سنلتقي في دولة كردستان المستقلة الحرة القوية وحديثة دولة إسرائيل. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي. الله إن الفجر إمام الله، الأرض بتتكلم عربي. الله إن الفجر إمام الله.